ولات نمطيه متداوله. الجمعيه فكرت انها تاسس مشروع جديد، فكر جديد، رؤيه جديده. 15 هو عدد المستفيدين الحاليين. مستفيدون يطمح المسؤولون بالجمعية مساعدتهم على الاندماج داخل سوق الشغل. مجال السمع البصري صراحة هو مجال يلاه تنفتح في المغرب، مجال جديد في المغرب. فاحنا بواسطة مجموعة من الخبراء اللي تنتميوا لهذا المجال فكرنا اننا نأسسوا هذه الجمعيه ونديروا هذا التكوين لفائده هاد لي جون. نحضر اليوم تصوير احد الافلام القصيره تنتجوها وتنستافدوا منها وتكون عندنا فيها دخل. فمثلا درنا واحد الفيلم انستيتيسيونيل لفائده مؤسسه من المؤسسات خاصه. 9 دقائق كانت هي مده الفيلم بتكلفة وصلت إلى حوالي 40,000 درهما. كان هامش الربح لأن بالأولى ما كانش عندنا الإمكانيات قبل ما تعرفناش على هذا الشريك ديالنا. كان تقريبا يلا استفدنا منه شي 10,000 درهم. هذه الجمعية أخذت مبادرة إنتاج الأفلام القصيرة. اليوم نحضر تصوير إحداها. الميزانية التي خصصت له لا تتجاوز 20,000 درهما، وذلك نظرا لمساعدات الشركاء. هادو كلهم هادو إخوان متطوعين، وانا زعما من هنا تنحييهم صراحة بشكل تطوعي. ما حتى واحد ما خد شي ريال، لأنهم عارفين بأنه راه هذه جمعية، وجمعية العمل فيها عمل تطوعي، لأن الحب ديالهم لهذه المهنة هو اللي خلاهم يتعاملوا معنا ومقتنعين بداك الشيء اللي تنديرو حنا كجمعية، لأنه ما مغمضين لهم حتى شي حاجة، كل شيء واضح. وبديتي تبقى حتى تشوفوني ولا تشوفوني واخا ما بغيتيش تنقي او غيبان او غيبان. هو من بداية تأسيس الشركة اعتمدنا على الإنتاج الداخلي والذاتي الكامل. يعني اقتنت الشركة مجموعة من الآليات والمعدات وكذلك تقنيات المونتاج اللي كانت في واحد الوقت هذه 10 سنوات كانت ليست متاحة للكل، خصوصا عندما أصبح الكلام يحوم حول الإنتاج الرقمي أو الديجيتال. فما كانش مجموعة ديال الشركات كتوفر على الآليات، لأنه كانت هذيك المعدات هي شبه معقدة، والشركة اقتنت هذيك المعدات في واحد الوقت اللي كانت كذلك باهظة التكلفة. كمساهمة في رأس مال هذه الشركة كانت البداية بحوالي 1,000,000 درهم. اللي جاء من خلفيات ومن بقايا ديال الشركة الأولى اللي تأسست واللي ما استطاعتش تواصل الركب ديالها، ومن بعد بطبيعة الحال كان هناك استثمار تلقائي. يعني الشركة تنمي ذاتها بذاتها، يعني من إنتاجاتها تنمي ذاتها وتزيد في الطاقات ديالها وفي الإمكانيات ديالها. إمكانيات رسخها عبد الرحيم مجد للإنتاج التلفزي أكثر من السينمائي. إنتاج وصل إلى 90%. إنتاج تنفيذي داخلي، وننتج كذلك بعض القنوات العربية وأوروبية. الشركات المغربية للإنتاج كانت سباقة أنها تنتج مع التلفزيون وكتوفر على إمكانيات مادية وإدارية وتقنية للإنتاج، ولكن للأسف يعني حجم الاستثمار الشركات المغربية لا يرقى إلى باقي شركات أخرى خارج المغرب. أما بالنسبة لحجمها داخل المغرب أنا أعتبر أن شركات الإنتاج داخل المغرب هي مقاولات متوسطة. حسب عبد الرحيم هذه الشركات تعتبر شركات منفذة، لا تصنع ولا تبيع ما أرادت من الأعمال التي تنتجها. للأسف الشركات ما بقى لحد الآن ما وصلتش لإنتاج يعني محض 100% من داخل دار الإنتاج، لأن دار الإنتاج الآن هي لا تقرر في الإنتاج، لا تقرر في المادة الإنتاجية. التلفزيون هو الذي يعطي لشركة الإنتاج حق تنفيذ إنتاج أو منتوج هي قبلت عليه مسبقا. وصل تمويل إنتاج الفيلم التلفزيوني الواحد ما يفوق 1,000,000 درهم، مما يساهم إلى حد كبير في ظهور العديد منها.
الدليل في هذا هو أنه 2001 انتجنا فيلم واحد القناة الثانية، في السنة الموالية 2002 انتجنا فيلمين، وبعدها بدأت تتوالى حتى أننا يعني قمنا بريستاسيون سيرفيس كما يقال، يعني اقتنينا تم كراء المعدات التقنية لشركات أخرى التي لم تكن تتوفر على المعدات. أما الآن فأنت تعرفين أنه أصبحت تقنية سهلة في المتناول، وأصبح الكثير من الشركات كيتوفروا على المعدات. خلال مدة 10 سنوات من الخبرة استطاعت هذه الشركة إنتاج برامج وثائقية لزبناء خارج المغرب. يعني هذا التنوع الجغرافي والتنوع الثقافي من المنطقة الأخرى يهم الشرق أو الغرب أنه ينتج أفلام وثائقية فقط. المنتوج يعاني من نقص في التواصل، والتواصل اللي كنقولوا التواصل يعني على مستوى استراتيجية البيع، وعلى مستوى اللغة، على مستوى أنه الإنسان المغربي بلغته الدارجة لم يفرض نفسه يوما ما في سوق الخليج. فإذا إذا كان المغرب ما فرضش نفسه في دول الشرق الأوسط، فكيف به أن يفرض منتوجه. هذا المنتوج بالنسبة له يتوفر على الإمكانيات والتقنيين المناسبين لتطويره. التقني المغربي الان يعني بمساهمه ديال المركز السينمائي المغربي كيحافظ على الاجره ديالو، يعني بحال دابا مثلا المصور في الاسبوع ديالو كيتقاضى 4000 5000 درهم على حسب التسعيره اللي حطها المركز السينمائي المغربي. احنا يعني كنطلعوا نهبطوا في الاجره ديال التقني على حسب. هو كان تقني ممتاز واخا كتكون عنده غير رتبه ديال المصور عادي، راه الا كان ممتاز كتعطي له الكاميرا اللي هي صعيبه، كيخصو يتقاضى اجر اكثر من الاخرين اللي عنده غير كاميرا ثابته اسهل. مهندسين الصوت كذلك يختلفون. رواتبهم تبدا ب3000 درهم لتصل الى حوالي 15000 درهم شهريا. عاوتاني كاين التقني اللي كيفضل يتعامل معك بالاسبوع، كيقدر ياخذ 4000 5000 6000 درهم في الاسبوع. اذا كان بغى يتعامل باليوم ممكن ياخذ من 1500 درهم حتى 3000 درهم في اليوم، على اساس انه حيت ممكن يكون عندك يوم مشحون بالعمل، ممكن يكون عندك 3 ايام ما مشحوناش، فاذا هي تختلف. هذا الاختلاف يضمن استفادة جميع الأطراف. فكل ما كيفيدني أكثر كل ما الرتبة في الراتب ديالو كيطلع. إلا كان كيفيدني أقل وكيعطيني منتوج أقل في مدة أطول، خاص الراتب الشهري ديالو يكون أقل، فهمتيني؟ أو الراتب ديال العقدة ديالو يكون أقل. المنتج هو مستثمر، فإذا خاصو يكون عنده حبكة في تسيير المال ديالو. حبكة تسيير المال الخاص هي أساس نجاح شركات الإنتاج. إنتاجات عموما تدر أموالا مهمة لأصحابها رغم كونها تخضع لرهاني كلفة الاستثمار وطلبة الزبناء. إلى هنا نصل إلى ختام عدد اليوم من مجلتكم الاقتصادية إيكو. يمكنكم إعادة مشاهدة هذه الحلقة على موقع الأولى.ma. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.